وصفتنا النهارده نحضرها في 10 دقايق، طعمها حلو قوي وكمان على البارد ما مدخلهاش الفرن، طعمها بيبقى حلو وسهله وبسيطه وكمان مكوناتها بسيطه. شايفين شكلها حلو قوي، بتبقى ساقعه ودي من حلويات الصيف اللي الواحد بيحب في الصيف يعملها على طول. اول حاجه معايا 3 كوبايات من الحليب وعليهم نص كوبايه من الباستر كريم، ونقلبهم مع بعض كده سواء بقى بالمضرب الكهربي او بالمضرب اليدوي. هياخد معاكي وقت شويه بس هيديكي النتيجه اللي احنا عايزينها، ان هو يختلط ويبقى قوامه تقيل بالشكل ده. بعد كده هكون مجهزه معايا 300 جرام من البسكوت ساده، اي بسكوت ساده او بسكوت شاي تفضليه، وكمان معايا كوبايه من الحليب الدافي. ممكن تضيفي على الحليب معلقه سكر لو انت تحبي الحاجه مسكره او البسكوت بتاعك مش مسكر. هبدا كده اخد كل بسكوته وانزلها في قلب الحليب بتاعنا وارصها في صينيه بالشكل ده، واول ما نخلص اول طبقه هبتدي انزل عليها بطبقه من البستر كريم او الكريمه اللي احنا حضرناها مع بعض، ونحاول ان احنا نخلي الطبقات متساويه وفي نفس الوقت ما نزودش الحشو علشان ميبقاش طعمها كتير يعني تبقى تقيله. ونفضل نكرر الحركه دي لحد ما نخلص كل الكميه اللي معايا، ونفضل نكرر الخطوه دي طبقه من البسكوت وطبقه من الكريمه لحد ما نخلص الصينيه بتاعتنا كلها. وبعد كده هكون مجهزه معايا لطبقه الجناش، معايا كوبايه الا ربع من الشوكولاته، اي نوع شوكولاته سواء شوكولاته دارك او شوكولاته بالحليب، وعليهم 3 معالق كبيره من الحليب، ولازم يكون الحليب سخن جدا، وكمان معلقتين كبار من الزبده، او نعملها على حمام بخار علشان بس نسيح الشوكولاته. واول ما اتاكد ان الشوكولاته ساحت كويس مبقاش فيها اي قطع شوكولاته، ابدا كده انزل على الصينيه بتاعتنا من فوق خالص نديها وش يعني. واول ما اتاكد ان الشوكولاته بتاعتنا ساحت كويس هبدا انزل بيها على الطبقه الاخيره ونفردها كده بالتساوي، وبعد كده ندخلها التلاجة نسيبها ساعتين 3 لحد ما تماسك ونعرف نقطعها. بعد كده تقدميها طعمها حلو سهله، كمان بتبقى ساقعه وحلوه قوي، الطبقات فيها مظبوطه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ كمان الصوص بتاعها طعمه حلو قوي اللي هو الجناش اللي احنا عملناه واخد لمعه علشان الزبده. شايفين شكلها حلو قوي، الطبقات مظبوطه جدا. شايفين الكريمه كده بتبظ من كل مكان، بجد طعمها حلو، لازم تجربوها. هستناكم تجربوها وتقولي رايكم.